السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي كرواسه مالحه. بقاو معايا الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والوصفه كامله. دابا غندوزو للمقادير. في شي بول او في العجانه نديرو ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، وملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. نزيدو عليهم 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون دافي ونص كاس ديال الزيت. نخلطو كلشي مزيان. من بعد نزيدو الدقيق حسب الخليط الدقيق حتى تولي عندنا واحد العجينه رطبه. منين غنزيدو الدقيق البنات غنعجنو العجينه ديالنا مزيان. الكرواسه ديالنا كتحتاج للتعجان مزيان باش فوق ما عجنتوها مزيان كتخرج النتيجه زوينه. هنا صفا البنات وقفت التعجان ديالي، وصلت للقوام اللي بغيت. كنلعب في العجينه كما بغيت، ما كتلصق لياش في اليدين، يعني واخا لصقات شي شويه ولكن دغيا كيتحيد، ماشي بحال العجينه منين كتكون جاريه بزاف. مهم راه كتشوفوا في العجينه ديالي القوام ديالها. ودابا غنخليوها تخمر. بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي، شوفوا على التخمر اللي دارت ما شاء الله، يعني طلعت بزاف، ويعني هاد القوام اللي بغيت. هنا كندلكها شويه غير بالصبيعان ديال يدي، كنفشها كامله وكنخرج داك النفس اللي فيها لداخل، وغندوزو للمرحله الثانيه. وهنا فوق سطح العمل المرشوش بالدقيق غنهزو نصف الكميه ديال العجينه ديالنا ونسرحوها على شكل دائري. من بعد غنبقاو نقطعوها، كل دائره غنديروا فيها 16 حبه ديال الكرواسه ديالنا. مهم بقاو معايا في الفيديو تشوفوا الطريقه الطريقه كي غنديروا. هنا غنقطعوها التقطيعه الاولى على شكل فيه. من بعد نضربوا العجينه ديالنا عاوتاني في الوسط كتشوفوا في الفيديو. دابا غنضربوا عاوتاني الجناب عاوتاني حتى هما في الوسط. مهم كل دائره غتشكل لينا 16 حبه ديال الكرواسه ديالنا. هنا شوفوا كي كتشوفوا في الفيديو كنهز واحد المثلث كندير له الفتحه في الاول وكنبقى نلوي فيه. منين كنلوي منين كنبقى نوصل للخرقاع ديال العجينه كنجبد شويه العجينه باش تجي لي الشكل ديال الكرواسه ديالنا، يعني مطويه بزاف. شوفوا غتشوفوا هنا في المرحله الثانيه كي غندير عاوتاني كنطوي. من بعد كنهز العجينه وكنجبدها، كنرد ديك العجينه اللي كتبقى لينا الاخرى كنردوها، هي اللي كنحطو في الصينيه ديالنا، يعني كتجي لتحت. من بعد ما نشكلوا العجينه ديالنا كامله نخليوهم يخمروا مزيان وندهنوهم ببيضه كامله مع شويه ديال الصوجه، ونرش عليهم من الفوق الزرارع اللي متوفرين عندكم، ماشي ضروري دوك الزرارع اللي استعملت انا، ممكن تكتفى غير بجنجلان. المهم هنا انا زينت بزريعه الكتان جنجلان، والزرارع اللي عندي مخلطين فيهم بيبا، فيهم زريعه ديال القرعه، مهم البافو فيها كل شيء، هذوك مخلطين. مهم كنزين كل شيء الكرواسون ديالنا وندخلهم الفران على نار مهيله كيطيبوا مزيان، كنحبطهم يتحمروا. من بعد كنحل الكرواسه ديالنا كنسبق ليها صوص اندلسيه. من بعد كندير عليها الخس، وعندي الكفته اللي درتها على شكل مستطيلات وقليتها.
المهم هنا كندير صوص اندلسيه، من بعد غندير الخس، ندير عليهم الكفته، ندير عليهم المطيشه مقطعه على قطع صغيره، وندير عليهم شرائح ديال الفرماج. وهنا نكونوا سالينا التعمر ديال الكرواسون ديالنا كاملين. الصراحه كيجيو شي حاجه زوينه وشي حاجه همويه تقدموهم لضيافكم الاحباب ديالكم، المهم شي حاجه زوينه الصراحه ما ذاقنوش شكلا. كنتمنى الوصفه تعجب لكم وتجربوها وتطاقيوني فيها في الانستغرام وتقولوا لي الوصفه كي جاتكم، واش زوينه واش لا. مهم كنتمنى الفيديو يعجب لكم. طبعا وإلا عجب لكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الزوينين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما عليه غير يدير ابوني ويفعل الجرس باش يبقى يوصل له كل جديد ان شاء الله. وهنا غنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.